هي الفكرة ان النادي الاهلي بعد ايام قليلة من الانتخابات التي فازت فيها هذه القائمة باكتساح، والدعوة اللي هي الدعوة للجمعية العمومية لم تؤثر على النتيجة من قريب او من بعيد. طب الناس دي رفعت الدعوة ليه؟ ايه مصلحتها؟ يعني انا عايز اعرف الدافع الحقيقي، لان دي مش شغلة القاضي، ده مش شغلة القضاء. القضاء في الاخر بيبقى ورق قدامه، انما ايه هو الدافع ان انت تهد كيان زي النادي الاهلي؟ طب افترضنا النهارده المجلس اتحل وجه مجلس جديد، هفترض ان في جه مجلس جديد واتعين مجلس جديد، واحنا قعدنا في البيت وكملنا واحنا فعلا طاعنين يوم 13 الطعن في قدام الاداريه العليا، واخد بال حضرتك، ورجعنا القضاء تاني ومشي المجلس بقى المعين، او كان حصل انتخابات فمشي المجلس المعين وجه النادي الاهلي. على حساب مين ده؟ على حساب النادي الاهلي العظيم اللي هو يعني النهارده شايل لواء الرياضه في مصر. يعني ليه ده يحصل؟ وبعدين افاجئ ان الهجوم على المجلس نفسه، انتوا هتقعدوا ولا هتمشوا؟ طب ما انت ما فكرتش مين اللي عمل كده؟ نعرف. والاعلام قادر على فكره ان هو يوصل للناس دي، والاعلام قادر انه يعرف ايه هي الاسباب، والاعلام قادر انه يعرف ايه هي الدوافع. انما احنا بالنسبه لنا والله العظيم انا باكد لحضرتك ما فيش عضو زميل ليا بدءا من رئيس النادي لا اصغر واحد في هذا المجلس الا ما بنشتغل علشان خاطر مصلحه هذا النادي. قد يتفق البعض على ما نفعله او قد يختلف الاخرون، ولكن في النهايه هي المصلحه اللي احنا عايزينها. انما ما فيش حاجه مصلحه معينه. انا لو النهارده اتقال لي بكره هتقعد في البيت ما فيش النادي الاهلي، هفضل برضه اشجع النادي الاهلي وهفضل اروح النادي الاهلي وهفضل احب النادي الاهلي، لان ده في دمي، ملهاش اي علاقه. انما ايه هي المتعه بتاعتي كعضو مجلس اداره او كنائب رئيس للنادي النهارده؟ المتعه بتاعتي في العطاء، المتعه بتاعتي ان انا اشوف النادي الاهلي بيكبر، المتعه بتاعتي لما بيجي لي تليفون من مدير النشاط الرياضي ولا من مدير احد الاجهزه في السباحه او اي لعبه ثانيه يقول لك احنا كسبنا، ده احنا كنا في المكتب التنفيذي يعني بنتابع فريق الكره الطايره لما كان بيلعب بطوله افريقيا البونت بونت واحنا قاعدين في المكتب التنفيذي ونسقف يعني هي الفكره ان احنا عايزين النادي الاهلي يكبر. فعلا داخل مجلس اداره النادي الاهلي هل كنت تقود منفردا او تغرد منفردا ضد قرار التعيين كما يرى البعض؟ قرار التعيين؟ لا انا ما اعرفش قرار التعيين ده، قد لا نصل اليه خالص. ما حضرتك ما هي النقطه ان احنا وي جامب تو كونكلوجنز زي ما بيقولوا، نطينا كذا نطه قدام. انما انا النهارده عملت استشكال، والاستشكال اتاجل للنظر في الاستشكال اتاجل ليوم الاحد، ومقدمين اوراق ممكن يتاجل تاني، ثم المحكمه حددت لنا الطعن على في الاداريه العليا يوم 13، فممكن ما نوصلش للمرحله دي خالص. ولكل حدث حديث. ان انا النهارده لما اجي اتكلم على التعيين لازم هيقعد المجلس مع بعضه، لازم المجلس هيقعد يقرر، وهي من ضمن الحاجات اللي اتفقنا عليها ان القرار ده لازم يبقى بالاجماع، ما ينفعش جزء وجزء لا، او الحاجات دي كلها. وما اعتقد والاتجاه السائد ان مجلس اداره النادي الاهلي ما يتعينش او يتعين، ده قرار مجلس اداره النادي الاهلي. قد يختلف احمد سعيد مع زمايله وقد يتفق معهم، لكن في النهايه ده قرار المجلس. قرارك النهائي باين. يعني انا مش عايز اقول قرار النهائي عشان لا يؤثر على المجلس، بس انا مش شايف، انا من وجهه نظري يعني بقول لحضرتك في البرنامج هنا ان انا غير قابل للتعيين. غير قابل للتعيين. لا غير قابل للتعيين.